مساء الخير يا أصدقاء. في المباراة التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره النيجيري بقيادة المدرب الوطني بدو الزاكي ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حقق أسود الأطلس فوزا صعبا بنتيجة 2-1. ورغم هذا الانتصار، أثار الأداء الباهت للمنتخب المغربي استياء الجماهير والمحللين الرياضيين، مما يطرح تساؤلات حول النهج التكتيكي للمدرب وليد الركراكي واختياراته الفنية. أداء مخيب للآمال وتفوق تكتيكي للزاكي. الجماهير المغربية عبرت عن استيائها من الأداء الباهت الذي قدمه المنتخب الوطني المغربي في مواجهته أمام منتخب النيجر، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على أرضية الملعب الشرفي بوجدة، برسم الجولة الخامسة عن المجموعة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والتي انتهت بنتيجة 2-1 لصالح المنتخب الوطني. تغييرات الركراكي وتدارك الأخطاء بعد تأخر المنتخب المغربي بهدف مباغت في الدقيقة 47، قام الركراكي بإجراء تغييرات تكتيكية حاسمة، حيث أدخل كلا من بلال الخنوس وإسماعيل السباري وعبد الصمد الزلزولي. هذه التبديلات ساهمت في استعادة السيطرة على وسط الملعب وقلب النتيجة لصالح المنتخب المغربي. غياب حكيم زياش يطرح تساؤلات عديدة وتأثيره على الأداء. من الملاحظ أن المدرب الركراكي لم يستدعي النجم حكيم زياش المعروف بمهاراته لهذه المباراة، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا القرار وتأثيره على أداء المنتخب المغربي وقدرته على خلق الفرص. قد يكون له دور في تراجع الفعالية الهجومية للمنتخب المغربي. تساؤلات حول اختيارات الركراكي والأداء المتواضع أمام منتخب النيجر يثير تساؤلات حول معايير اختيار اللاعبين وخطط التكتيكية المعتمدة من قبل الركراكي. هل يعتمد المدرب على أسماء دون النظر إلى جاهزيتهم البدنية والفنية؟ وهل هناك حاجة لإعادة النظر في استراتيجيات اللعب لضمان تحقيق نتائج أفضل في المباريات القادمة؟ وكما نعرف أن الجماهير المغربية لن تتنازل عن اللقب هذه السنة، خاصة أن المسابقة منظمة في بلادنا المغرب. وفي الختام، يتعين على الجهاز الفني للمنتخب المغربي تقييم الأداء بشكل دقيق ومعالجة النقاط السلبية لضمان ظهور بمستوى يليق بتطلعات الجماهير المغربية في الاستحقاقات المقبلة.